بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مرحبا بكم في مطبخي. وصفتنا اليوم هي البراج ولا المبرجة، وصفة ناجحة 100%. والمبرجة تجي تذوب في الفم بمكون راح يخليها تجي شيشة مدة طويلة. نبداو على بركة الله. نجيب قصعة ندير فيها 3 كيلات سميد متوسط، وانا كيلت بالكيلة اللي تهز 500 غرام. نصف ملعقة ملح، مغرفة صغيرة بيكربونات، وهذا هو المكون اللي قلت لك راح يخلي المبرجة تاعك تقعد هشيشة مدة طويلة. مغرفة عسل، العسل اللي هنا راح يخليها تطيب حمراء. ونزيد لهم كيلة خليط من المارغرين والسمن، وزدت فيضتهم بالزيت. نبسس السميد تاعي مليح بين الأصابع. كي تشوفي السميد تاعك تحكم لك هكذا ولا على شكل كرة، يسمى لهنا راهو تبسس. نجيب كيلة خليط من الماء والمزهر ونبل المبرجة تاعي. بسم الله على بركة الله. نقعد غير نلم في السميد بلا ما نعجن. نلم العجينة مليح ونخليها تسترى 10 دقايق. نولي للعجينة تاعي بعد ما استراحت. لهنا راني لقيتها شربت، لازم نزيدها الماء. لازم العجينة تاعك تكون شابعة ماء، هكذا كي تعودي طيبي فيها ما تتشققلكش وما تدقدقش. لم العجينة تاعي مليح ونقسمها إلى قسمين متساويين. نقرص القرصة الأولى ونحط فوقها الغرس لهنا راني منقيته مليح وريحيته، وزدت له القرفة والجلجلانية محمصة ومغرفة زبدة ونعجنه بالمزهر. نزيد نقرص القرصة الثانية ونغطي بها الغرس، نسقمها مليح، لازم الغرس ما يكونش يبان. نسودي هذوك الشقوق كامل بالعجينة ونقرصها. ونعقب عليها الحلالة هكذا باش تجي مستوية، تجي كامل قد قد. ونقطع المبرجة تاعي كما موضح في الفيديو، نسقم الحبة مليح ونطيبهم في طاجين سخون. المبرجة تاعي راهي أمامكم، جات هايلة، بنينة وهشيشة وتذوب في الفم. نتمنى تنال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.